السلام عليكم، واش راكم غالياتي؟ ان شاء الله يلقاكم الفيديو وانتم بخير وصحه وعافيه. اليوم جيت نطلع عليكم بواحد الغريبيه، ما شاء الله غريبيه بريستيج ولا اروع. غريبيه الطبقات، كان يقولها غريبيه المكسرات، تجي بنينه بنينه ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها حتى نتوما بركه. تبعوا الفيديو من الاول لاخر. وبلا ما نطول عليكم اكيد نبدا في الوصفه مباشره. بسم الله الرحمن الرحيم. حمصت في مقلة 6 كيسان فرينة. تقدري تحمصي في الفرن، انا حمصتهم في المقلة باش نزرب مباشرة. حمصتها حتى ولات لونها مارون. ديريها على نار متوسطة وتبقاي تخلطي حتى تحصلي على اللون يكون بني كيما هكا. شوفي هذه البنية راح ندير بها 2 طبقات، طبقة البيستاش وطبقة تاع الكاوكاو. وهذه الطبقة اللي حنديرها في الوسط بيضة. حمصتها حتى هي 3 كيسان، درت 3 كيسان حمصتهم على بياض كما راكم تشوفوا. خليتها بردت تماما وجيت نغربلها. غربلي في الغربل في الصفايه كيما تحبي، وخرجي البراكس هذو كامل. مش تغربلي تلقى البراكس تقولي نطيشهم، لا لازم تخرجيهم كامل، بيتفتتوا وحدهم يخرجوا بكل سهوله. بعد ما غربلت هذا الاول زدت غربلت ثاني البيضه. هنا 6 كيسان انا درت بالزايد، انا تبالي هزت لي 5 كيسان فرينه. هذا الوصفه بصح دائما نحمصو بالزايد. وزدت غربلت هذه ثاني البيضه. المهم ما تحمصوهاش بزاف باش تبان، المهم حمصيها شويه على بياض. فرات على نار قليله هذا مكان. وزدت صفيتها كما شفتوني. هنايا لازم تكون بارده، عندكم ديروها سخونه. وحطيتها على جنب وجبت غيسيبيون وجبت 500 غرام سمن بحرارة الغرفة، يكون هكا المهم غامولي، يكون بوماد كيما نقولوا بكري حنا. المهم ما ديريهش بارد باش ما يغلبكش، انا درته بحرارة الغرفة. جا دافي هكا وساعدني شويه بالباتور. تبغي ديري بالباتور بالبيتران بالروبو ولا اي، مهم تخلطيها مليح حتى تولي بوماد كما كتشوفي، مش بزاف يعني. المهم تتحل هكا. دركا حنزيد لكم المكون الثاني، سكر ناعم ولا سكر كلاصي. ديري نصف الباطه اللي درتيها، خيط النار طل، ديري نصفها 250 غرام. لو كان توزنيها يعني تقدري تطلعي السكر يعني من نصف الكميه حتى كيلة الا ربع، يعني الا اصبع الا ربع. المهم ما ديريش كيلة قد باش ما تجيكش يابسه. هذا هو السر نتاع الغريبيه، تجيك تذوب. هو تحماص الفرينه والسكر، ديري نصف الكميه حتى المهم تحت الكيلة. هذا اللي ديري كيلة قد. المهم غربلت السكر كلاصي، دائما غربلوا قدامكم باش المبتدئات يشوفوا ما ينساوش يغربلوا السكر كلاصي. قدر نحطوا مغربل وخلطت حتى تحصلت على هاد الكريمه اللي كتشوفوا فيها. لازم تخلطي مليح مليح مليح. لا في الصيف كي توصلي لهنا حطيها في الفريجيدير تبرد، وبعد زيدي خلطيها شويه قبل ما تبداي تلوحي الفرينه ولا الكاوكاو. بعد ما يطلع لك الخليط هكا وتحسي فيه شغل كريمه زبده ولا ويبيض الخليط ويطلع ثاني، اقسميها على 2. والجزء الاكبر راح نديرو به تاع البيستاش والكاوكاو. وهذه اللي راني نحي فيها هي هذيك الطبقه البيضاء. كلش واضح ان شاء الله، كتب بالعين برك تفهموا. شوفوا نحيت هذيك الطبقه اللي حمصت لها الفرينه البيضاء من بعد نديرها. وها هما كي هذه تاع 2 كيما راكم تشوفوا. هذه راح ندير لها المحمصه تاع البيستاش وتاع الكاوكاو، ونديرهم نفس الفرينه المحمصه هذيك البنيه. ونزيد نغربل الفرينه. انا دائما نغربلها على مرتين. قدره خرجت لي كوريا هذوك اللي كنت نغربل فيهم، ولا لازم ندير احتياطي نغربل على مرتين. وهنا ثاني راهو كان السر الثالث باش تنجح لك الغريبيه. كانوا بزاف ناس ما تنجح لهمش الغريبيه بهذا السر تاع الفرينه. تلوحي الفرينه هي تتحصلي على عجينه هكا تقولي خلاص هذه هي هكا القوام تاعها هو نو. درك تشوفوا بقيت نلوح في الفرينه اكيد حتى تحصلت على عجينه هكا. قلت دركا تقولي دركا هكا دوكا هذه نقدر نطبعها.
وتنجح بصح تهبط لك في الفرن. كي ديريها بهذا القوام تهبط لك في الفرن بزاف. اللي تهبط لك في الفرن يقولوا لك واش هو السبب. السبب انك ما شبعتيهاش الفارينه. كيما شفتوني اخي حصلت على عجينه بديت نعجن فيها. السر انك تعجنيها هكا شويه برك، تقولي راني نعجن بزاف ولا تعجنيها تلقيها طرات. تكملي تلوحي الفارينه، تلوحي بالشوي اكيد وما زالت طريه. كل ما تعجني تلقيها طرات. شافوا ما زالت طريه. اقسمتها على زوج مادام راهي طريه. دركا نزيد نكمل نيبسها بالكاوكاو. ولي من هيك قسمتها على زوج، النصف هذا نتاع البيستاش والنصف هذا تاع الكاوكاو. طبقه تاع الكاوكاو اكيد ان شاء الله تكونوا فهمتوا حبيباتي. شوفوا بالعين بركا كتفهموا لا عيتوا تفهموني. هاني نحاول نشرح لكم. بالي راني شرحت لكم مليح، واللي ما فهمتش راني في التعليقات اساليني راني نجاوبك. على بالي راكو قافزات تفهموها على الطاير. كما شفتوني هاي مازالت طريه. لحت لها الكاوكاو وما زالت. الكاوكاو حسب ما بغيتي، بغيت كثري تنقصي. انا درت لها حوالي نصف كاس كاوكاو. نصف كاس كاوكاو مرحي ومحمص، حمصيه مليح. وبقيت نلوح لها حتى هي حتى حسيتها شغل حلوة الطرق. شوفوا كيف تتفتت. عجنتها يعني قعدت نلوح في الفارينة حتى نتحصلت عليها هكا يابسة كيما حلت الطرق. شبعتها فارينة يعني باش ما تطيحليش في الفرن. وتاع الجزء الثاني تاع البيستاش زدت له نص كاس بيستاش كيما راكم تشوفوا. لا ما عندكش البيستاش نورمال ديري كاوكاو وديري منكه هذا تاع البيستاش. هذا لاغوم لاباطاغوم تاع البيستاش تتباع عند اللي يبيع مستلزمات الحلويات. كل يعطيلي بلارة تاع بيستاش يعطيلك ب10,000 ولا 15,000 كل واحد كيفاه. وحتى هذه تعاملت معاها كيما تعاملت مع تاع الكاوكاو. قعدت نلوح في الفارينة حتى تحصلت عليها يابسة هكاك شغل حلوة الطرق. المهم تكوني تعجني فيها حتى هي تكون طريه. تزيدي الفارينه، كل ما تطرى زيدي الفارينه حتى تولي ما تطراش معاك. وهذا ما كانوا ديريها في ساشي وحطيها مع الاخرى. تاع الاخرى درتها في ساشي. ودرك راح ننتقل البيضه هذيك الطبقه البيضاء اللي درتها في النص حتى هي حمصت لها كما قلت لكم. راني غير نعاود الفارينه البيضه وزدت لها نكهتها هي بالفانيليا. تبغي ديري فانيليا تبغي لا عادي. وبقيت نلوح في الفارينه وتعاملت معاها كيما الاخرين كامل. نلوح في الفارينه حتى ولات عجينه حاكمه روحها. انا نعجنها هي تطرى نزيد نكمل الفارينه. انا نعجنها شويه هكا تسخن في يديا تولي طريه نزيد لها الفارينه. وخلصتهم كامل درتهم في ساشي وخليتهم هبار ونحيت منهم كل وحده كركوبه هكا وطلعتها هكا. وراح ندير تجربه في الفرن نشوف لا ما هبطتليش. اللي هبطتلي نزيد لها الفارينه ونزيد نعجنها هكا ونزيد لها الفارينه. كامل جاو قد شبعتهم فارينه وحده لا هبطت. غير شدوها راني نعدلكم كي خرجتها من الفرن. هذه هي للمبتدئات. انا على غير ماني مولفه نديرها بس على جالكم صورت لكم هذه الطريقه باش تفهموا. باش اللي هبطت لها اي حته تديرها الفارينه. كي تديرها الفارينه ما تهبطلكش. ان شاء الله يكون مفهوم فهمتوا عليا. ونحيت مرصوات قسمتها على زوج. كل قطعه تاع البيستاش نحيت منها نص وتاع الكاوكاو نص وهذه تاع البيضه ثاني نحيت منها النص. وحليتها على ساشيات هذو تاع البوراك تعرفوا حليهم رقاق. السمك يكون نصف سنتيمتر هك حوالي باش يكون كل طبقات كي يكونوا 3 تحسيها 1.5 سنتيمتر في العلو يعني. وجبت الطابع هذا وانتي ديري الطابع اللي عندك. انا تخيرت هذا الطابع عجبني وطبعت حطيتها يعني انا الطابع تاعي هذا ما يلصقش
ما يلصقش. ما درتش الفرينه، وانتي تاكلي يلصق ديري في الفرينه. دوك ندير لكم الثانيه بالفرينه. طبعت الاولى تاع البيستاش، والثانيه البيضه، والثالثه درتها تاع الكاوكاو. وانتي ديري كيما تحبي، تبداي باللي بغيتي. هي تاع البيستاش الاولى احسن تبالي، والله اعلم. جربي وشوفي اللي عجباتك. هاني درت لكم الفرينه، درتو الفرينه اضبطي مليح كما كتشوفي. ها هي هزيت العجينه الخضراء تاع البيستاش، حطيت الطابع فوق البيضه، وزدت حطيت فوق الاخرى، وما تضبطيش من فوق. هذاك الفوقاني ما تضبطيش عليه، غير حتى تهزيهم في 3 ومن بعد ضبطي. هاني نضبط. شوف دوك نقرب لكم باش تشوفوها هكا. ضبطت من الفوق باش نرسم الرشمه تترسم مليح، تطبع يعني مش تترسم. ها هي كي، وتحصلت على واحد الشكل ما شاء الله، طبقات كما راكم تشوفوا واضحين، روعه. وما طاحوليش حتى في الفرن، بعد كتشوفوهم جاو هايلين لاني شبعتهم الفرينه. هاي كي هذه الثانيه. وحطي ورق الطهي على البلاطو تاعك باش ما تلصقلكش، ولا ديري فرينه. وحطيتهم في الفرن بعد ما سخنتهم مليح. حطيتو هكاك ربع ساعه على الرف الثالث. تشمي ريحتها هكا بيسكو واعره في الطياب، كلشي محمص يعني ما تخافيش. المهم تنشف، ومن بعد هبطيها لتحت وشعلي لها من الفوق شويه هكا حتى هي تنشف. وبرك شوف يعني ما حمرتهاش، تنشف شويه. حذاري تحمريها يروح لك اللون. ونحيتها وخليتها في مكان بارد، حطها فوق الخزانه تحت الخزانه. المهم حطيها ما تمسيهاش، خلاص لا مسيتيها باي باي تروح تذوب. المهم هاي تعرفوا الغريبيه ما تتمسش حتى تبرد تماما. هذا هو السر الرابع ولا الخامس. بعد ما بردت جبتها لهنا ورانا نزينها معاكم بالكراميل طوفيه. درتها في لابوش هكا باش تساعدني في كيس حلواني. ها هي كي، وحطيت شوي 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 منها مشات. ها هي كي شوفوا كيف حمرتها من تحت. مهما حمرتيها من تحت يعني ما تحرقيهاش، تحمريها ما تيبسش، ما تنشفش معاك بيسك فيها الفرينه محمصه، ما تنشفش خلاص. وراح نزينها هكا هذا كاوكاو فو، ولا كيف يقولوا له الكذاب، بيستاش الكذاب. تحطي هكا شويه نص كيما بغيتي خليها طول هكاك بالكراميل خلاص. ودرت نواره هكا تزيني كيما تحبي. واش نقولكم، خرجت ولا اروع كيما راكم شكلا وذوقا. هذا الاذواق الثلاثه خرجوا على بعضهم، خرجوا واحد الغريبيه بنينه بنينه ما شاء الله. وخرجت تذوب في الفم وحاكمه شكلها كما راكم تشوفوا، لاني شبعتها فرينه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا كامل بكل الاسرار اللي عطيتكم. عطيتكم كل الاسرار باش تنجح لكم. هاني بغيت نقصها معكم، وبغيت تحكم شكلها، عييت نقصها. بغيت هكا باش تشوفوا الطبقات بزاف تذوب. خي تعرفوا الغريبيه تجي مرمله هكا، تجي تقصيها تتفتت. هاي شوفوا كيفاه تذوب في الفم، في اليد قبل الفم. شوف جات مرمله ما شاء الله. واش نقولكم، غير جربوها مش راح تندموا ابدا. صرتوا في الخطوبات تحطيها هذه، تخيلي هذه تروحي عند واحد ويحطها لك، مش راح تنبهري بها ولا اروع. المهم للحفلات تزيني بها سينيتك ولا في العيد. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، وديروا لنا جيم واشتراك وتبارطاجيو الاستفاده، هذا فضلا وليس امرا يعني. ودوك نقولكم ثاني العجينه اللي بقات لي على بالكم، خلصت لي تاع البيستاش، درت هذه تاع الكاوكاو. خلطت البيضه وتاع الكاوكاو، خلطتهم مليح مليح، وزدت حليتهم على الساشي كيما راكم تشوفوا. طبعت هليلات هكا، طبعت هذا الشكل يعني تقليدي عادي كامل تعرفوه. ودرت لها شويه ماء من الفوق وكاوكاو، زينت بالكاوكاو من الفوق. درت بالماء، ما درتش بياض البيض. وفرشت حتى هنايا ورق الطهي. وهنا هي بعد ما وجدت هنا في الليل طال وبردت. اخي تعرفوا الغريبيه لازم حتى تبرد. شافوا كيف خرجت تذوب في الفم ولا اروع. يلا تهلاو في رواحكم،
وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله.